بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد شرعنا في سلسلة من الومضات القصيرة، قلنا لعلها تكون سببا في انعطاف الناس نحو ما هو أطول منها وأهم. والعلم ليس 5 دقائق وربع ساعة أو ساعات طويلة من الحكايات والقصص حول النظام والجنرال والحاكم. ونحن نعلم بأن أنظمتنا العربية أنظمة مستبدة، فكشف مستورها يكون وفق آليات منظمة تقودها النخب، وإلا فلا صناعة لوعي يأتي هكذا عبر ربما مبادرة أحيانا أقول عنها غير مدروسة وغير معمقة وغير مؤصلة وغير مجدرة. هل تراني أقول لا يجب أن نعارض، أو أنني مللت، أو أنني رفعت الراية البيضاء؟ أنا في نهاية عمري، الأعمار بيد الله، ما لي ومثل هذا القول لا يقوله إلا إنسان جشع لا زال يطمع هل من مزيد. إنما أقول هذا لأفتح نافذة نحو وجهة وآلية جديدة يجب أن نفكر فيها لإقلاع حضاري نهضوي يتأسس على العلم وعلى المعرفة وعلى صناعة العقول والوعي إلى غير ذلك. لا تظنن أن هذا المسلك ليس فيه كلفة، بل كلفته أكبر ومتاعبه أكثر، فهو ليس صياح حنجرة، ولا هو جمع سرب من المعلومات تجرم ذاك وتبين سقطات ذاك وعثرة الآخر. لا، الأمر مكلف من الناحية الفكرية والعقلية، ومن ناحية الإمكانات والوسائل نقول هذا للذين ينفقون مالهم دون التفكير فيما ينفق المال هذا، وأي الأولويات يجب أن ينفق فيها المال. أقول هذا لميسوري الحال الذين يبحثون عن الحلول العاجلة، وهي ليست حلول تلك التي يتوهمونها أنها حلول، ليست حلولا عاجلة. الحلول العاجلة c'est une option من هذه الرؤية، هذه النافذة، هذه الوجهة التي أتحدث عنها. c'est une petite option يعني qui se greffe, qui est en quelque sorte en dépendance، يعني interdépendance مع هذا في ترابط، في une liaison، في une collision يعني متينة، وتتفرع عن تلك الرؤية الكبيرة الواسعة الحضارية الاستخلافية التي نتحدث عنها. ليس كلام، ليس فلسفة، ليس فلسفة نقول هذا للذين لديهم توجسات. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. طيب، لندع هذا، لقد قضينا نحو 5 دقائق.
فلنخصص الباقي لما أريد أن أحدثكم فيه. والقناة هي مقدمة لعمل خلفي ما ورائي يتم جل أثقاله ملقاة على عاتقي إلى حد الإنهاك والتعب يعني حياة الضنك بدون إمكانات، بدون قدرات مادية تفعل هذا العمل وتشق طريقه لكي يجده الناس وهم يتحدثون عن الصدقة الجارية يظنونها فقط في إطعام جائع أو علاج مريض أو بناء مسجد أو بناء مدرسة قرآنية أو غير ذلك من مواطن الإنفاق التقليدية التي لا تخضع إلى سلم هرمي يعطي لكل نوع من الإنفاق أولوية ومرتبة وتسعيرة إلى غير ذلك. هذا الوعي غير موجود على الإطلاق، لا عند أصحاب المال، لأن جزء من أصحاب المال أتوا به من هنا وهناك وبطرق أحيانا ملتوية، وجزء شريف نظيف عفيف قل أن تجد عنده أيضا مثل هذا الوعي، فهو يظن أن الأمر إنما هو كأنك تعتزم فتح دكان، فيجب أن يفتح في 2 أو 3 أو 4 أو 6 أشهر، أو كأنك تريد أن تفتح مكتبة لتبيع الكتب أو شيء من هذا القبيل. ومن ثم هو يظن أن الإنفاق مرة، وأن التفكير مرة، وأن النتائج عاجلة ومستعجلة إلى غير ذلك. النتائج العاجلة c'est une petite option اللي ما تحلش المعضلات، إنما لازم تكون باش ما ينتهيش الأمل تماما في وسط المجتمع، ولكن بالموازاة كاين مبادرات أخرى قريبة من هذه الآليات نتاع الإنفاق التصدقي، يعني القائم على الصدقة وعلى الشفقة وعلى الرحمة وعلى التضامن إلى غير ذلك، لأننا نفضل إنفاقا ينتج قيمة مضافة، يدير ان ديفلوبمون. الآن أنا في 7 دقائق وكأنني لا أريد أن وقد أتجاوز 20 دقيقة ربما ولا أتمم موضوعي. طيب، موضوعنا اليوم بعد أن تحدثنا في المرة السابقة عن مراتب الهداية، وتناولنا مرتبة من مراتب الهداية في منازل السائرين للشيخ إسماعيل أبي إسماعيل عبد الله الهروي الأنصاري، في شرحه الذي قام به. قد أتيت بجزء من الشرح، جزء من مجلدات التي ألفها ابن القيم الجوزية وشرح فيها، وربما تصرف حتى قليلا في المتن هكذا يقال، وشرحه كثيرون. وقد وعدتكم بأن أذكر لكم الشراح الآخرين الذين أتمنى أني لم أنسى هذه المرة أيضا مثل البارحة قائمة الشراح، وعذرا منكم. أي والله، شرح منازل السائرين كاين الفركاوي، شرح منازل السائرين اللخمي، شرح منازل السائرين الكشاني ويسمونه أيضا القشاني ويسمونه القاساني. هناك ناس يشتوا يدقوا في هذه الأشياء وحتى لا يذكر الاسم ولا ينطق إلى غير ذلك، ليس مهما جدا. شرح منازل السائرين تاع عفيف الدين التلمساني. التمكين شرح منازل السائرين للمنوفي. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الذي حدثتكم عنه يوم أمس ابن القيم الجوزية، وشرح منازل السائرين عبد المعطي بن محمود الإسكندري، وشرح منازل السائرين عبد الرؤوف المناوي. أقرأ لكم بعض الآيات من سور القرآن الكريم
من سورة من سور القرآن الكريم، هي سورة العلق. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. لن أفسر هذه الآيات كلها من سورة العلق، إنما غايتي هو أن أحدثكم عن منهج للقراءة تحدث فيه المرحوم، الذي كانت بيني وبينه الصلات عبر الكتابة في التسعينيات، وعبر التواصل الكتابي عندما كان على رأس المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، وهو الدكتور المفكر الكبير الجليل العراقي أظن طه جابر العلواني، والذي أنصحكم بقراءة كتبه كما أنصحكم بقراءة كتب الشيخ الغزالي ومجموعة من الكتب التي تكون هي اللبنة الأولى في الثقافة الإسلامية المعتدلة إلى حد كبير، والتي لا يعني أنها معصومة وأنها تخلو من الزلل ومن الكبوة ومن الخطأ، إنما أردتها أن تكون مدخلا في بناء العقل، ثم نستوعب ما هو نستوعبها، وتدريجيا بتوسيع الأفق في القراءة نتمكن من تجاوزها عندما نمتلك أدوات التجاوز. وهيهات أن تمتلك أدوات التجاوز في عام أو عامين أو ثلاث، فهذا الصنف الذي يفكر هكذا إنما هو صنف متعجل بأمره، يظن أن العلم وأن بناء الحضارة يتم هكذا بين عشية وضحاها. كما أن مقابل هذا الصنف يوجد صنف آخر يظن أن الإصلاح تورط في الوساخات والقذارات والأشياء التي لا تخدم الحق. نسأل الله التوفيق. بسم الله توكلنا على الله. القراءة فعل معقد لن أعرفه اليوم، وقد حصل جدل في الحديث وفي القديم، خاصة في الحديث، بين تيارات متباينة، حداثية تريد أن تقرأ النص القرآني قراءة حداثية، وتيارات تراثية، وتيارات سلفية، وتيارات شبه عقلانية داخل منظومة النص والتراث، وتيارات تقول عن نفسها مقاصدية، وأي مقاصدية، وتيارات تقول عن نفسها بأنها مجددة للمقاصد، وتتحدث عن ثقافة المغرب العربي كتيار الجزائرة الإسلامي، وليس الأمر حكرا عليه، فهو يدعي الحصرية في فهم مالك بن نبي وابن خلدون والمقاصد والموافقات للشاطبي وثقافة الأندلس، ويقيم ثنائية بين
ثقافة المغرب والمشرق، وأن ثقافة المغرب هي ثقافة عقلانية وثقافة المشرق روحانية. هذه التقسيمات في حد ذاتها يعني تقسيمات أيديولوجية أكثر منها وسياسية ومتعجلة. والإسلام لا يتجزر ولا يمكنه أن يتمصر ولا يمكن أن يكون عراقيا. الإسلام دين كوني جاء للإنسانية جمعاء، ومن ثمة قد تكون للخصوصية ومسائل أن المذهب هو قد وحد السلوك وغير ذلك، هي مسائل فرعية. القراءة كما رآها، أنا لا أريد أن أعرف فعل القراءة، إنما أتحدث عن شقين متلازمين متلازمين أقول في فعل القراءة، باعتبارها تحليلا، باعتبارها نظرا، باعتبارها تدقيقا، باعتبارها نقدا، باعتبارها تقويما، باعتبارها استيعابا، باعتبارها تجاوزا، باعتبارها فحصا، باعتبارها ارتقاء، باعتبارها حافزا على الروحانية العالمة، باعتبارها أخلاقا وعرفانا قائما على العلم أساسا وعلى المعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. آية الخلق هنا مسألة استراتيجية ومركزية في اللبنة الأولى للقراءة. اقرأ الوجود، اقرأ الأونتولوجيا، مش الأنتولوجيا، الأونتولوجي ليترار، إنما الأونتولوجي بمعنى الوجود، بمعنى l'existence. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. أعيد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي أنك تقرأ الخلق باسم الله، أي أنك تقرأ فعل التدبير وميلاد الكون وميلاد الحياة وميلاد الإنسان وسيرورة الإنسان، بدءا من بسم الله الرحمن الرحيم. إنك تدشن فعل القراءة الأنطولوجية الوجودية، ميلادك الوجودي، ميلادك الأنطولوجي، ميلاد الكون، ميلاد الأكوان، السماوات والأرض. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، يا رب الأكوان، يا رب السماوات والأرض. السماوات والأرض، السماوات والأرض بمعنى الأكوان، حتى أن هناك نظرية هي قيد الفحص وقيد النظر وقيد البحث، فقد يقال هنالك أكوان لا كون واحد، ولا بأس أن يكون كون يجمع الأكوان. حيسموها نظرية الأكوان، لا تيوري دي زونيفير، في لا ميكانيك كوانتيك، في لا ميكانيك ريلاتيفيست، في لا ميكانيك، في لا فيزيك تيوريك، في لا فيزيك كوانتيك إلى غير ذلك. اقرأ باسم ربك، نقرأ بسم الله، لا نتحرك في طلب العلم إلا وقد دشناه بسم الله. هل يعني هذا أن كتبنا الدراسية يجب أن يكون عليها بسم الله الرحمن الرحيم، وإن لم تكن كتبا متخصصة في التربية الإسلامية، حتى صارت ضجة ضد ابن غبريط وهفتت كأن الأمور تغيرت، ولا شيء تغير، نفس المناهج لا زالت تدرس. أنا عارضت ابن غبريط لأسباب أخرى، أمر يتعلق بالمناهج التربوية، أمر يتعلق بالاستراتيجية التربوية، أمر يتعلق بالسياسة التربوية. دعنا في موضوع القراءة،
فهو ذاك موضوع آخر. إن فعل القراءة لا يدشن إلا بسم الله، فلا قراءة إلا واسم الله عليها. إنه ليس لفظ باللسان، إنه فعل يبدأ من حركة العقل إلى حركة الأنفس، النفس، إلى حركة القلب، إلى حركة الجوارح التي جعلها الله مسؤولة عن كل شيء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك سأحدثكم يوما ما في موضوع هام تناوله الفيلسوف إدغار موران حول عماءات المعرفة، ليسيسيتي دو لا كونيسانس. وسأكون أمينا في النقل، عندما أنقل، وعندما أحيل، وعندما أبتكر وأقدم ما عندي أقدم ما عندي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قراءة بسم الله. ضرب القراءة في حد ذاته يدشن بسم الله، بسم الله الموجد للأشياء، بسم الله الموجد للكون، بسم الله الموجد للإنسان، بسم الله الذي جعل سميت سورة العلق، الذي شكل العلق، شكل الإنسان الذي في أصله نفخة من روح وقطعة من طين. هذه الجدلية التركيبية بين الطين وبين الروح أو العقل أو القلب أو النفس، لتداخل هذه العناصر بعضها مع بعض. بسم الله نبدأ، بسم الله نقرأ، بسم الله ندشن فعل القراءة، بسم الله نفهم وجودنا، بسم الله نفهم الغاية من وجودنا، بسم الله نبحث في مسألة وجودنا أولا، ثم ما ينتظرنا من انتقال إلى الدار الأخرى وإلى حالات أخرى وإلى وضعية أخرى. ما بعد الموت، الموت أولا التي لا تعتبر نهاية، إنما ما بعد الموت، مثل ما نتحدث عن الحداثة وما بعدها، فهذه نهاية الإنسان في الحياة المتشيئة، في الواقع المتشيئ. لكن هل يفنى الإنسان جسدا، أو يفنى جسدا وروحا وقلبا وعقلا؟ وما أدرانا. ذلك سر من الأسرار لا يمنع الله المتعلمين وطلاب العلم والباحثين أن يبحثوا فيه. الآن تيارات مثل الترانزهومانيزم، بعض التيارات في الغرب تتحدث على لا لونجيفيتي، الإطالة في الحياة، كيف يمكن أن نصنع إنسانا نصف آلي ونصف إنسان، نصف بشري. le transhumanisme rejeté par certains, accepté par d'autres. صح. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. دشن القراءة بسم الله، تأمل، اتعظ، لا تتوقف عند الوعظ، فهو لحظة لاسعة ثم تفوت ثم تمر. إنه انفعال ظرفي، إنما ينبغي أن تتحول إلى لحظة وعي. في الموت بحد ذاته تذكره يهدم اللذات ويصنع لحظة وعي متجددة في الإنسان، تجعله يقف في محطة قبل إتيان هذه اللحظة، قبل إتيانها وهو يتذكرها، كيف يمكنه أن يستقبل ما بعد الموت، كيف يمكنه
أن يتهيأ لما بعد الموت. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق. نبدأ من هنا، نفكر في الميلاد، في النشأة، في عناصر التكوين الأولى للإنسان. هذا الإنسان الذي حير نفسه، حير العالم، حير خصومه، حير أصدقائه، حير أقربائه، حائر يعيش القلق، يعيش الحيرة، وبدون حيرة كيف يمكنه أن يملأ الحياة وأن يتقدم في الحياة؟ اقرأ وربك الأكرم. ها أنا أتيت لشكل ثاني، لنهج ثاني، قلت موازن للنهج الأول. الأول هو القراءة بسم الله بدءا بالعلق، وانتقالا وتدرجا نحو عناصر التكوين المختلفة من ذرة وجزيء ومجرة وغير ذلك من الأشياء، إلى قراءة وربك، وواو المعية. معنى اقرأ وربك يعني اقرأ مع الله، اقرأ مع الله. فنحن إذن نقرأ بسم الله ونقرأ بمعية الله، نستحضر الله، نستحضره، نستحضر عظمته، لا نستحضره هكذا يعني بنشوة عابرة أو بركيعات نؤديها هكذا نسترقها. نعم، تلكم أيضا من عناصر صناعة لحظة استحضار الله العظيم الجليل. وما نحن أمامها، أمام الخالق، إلا علقة، ذرة من الذرات، من ذرة هذا الكون. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم مع ربك الأكرم. اقرأ بمعية الله، اقرأ وربك الأكرم. نعم، بمعية الله نقرأ، نحن لا نقرأ بمفردنا، إنما نقرأ بمعية خالقنا الذي خلقنا من علق. اقرأ وربك الأكرم، ثم تأتي التأسيس بهذين النهجين، قراءة بسم الله ومع الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون، علم بالقلم. هل القلم هو الأداة التي نكتب بها؟ لا أريد أن أفتح مبحثا ميتافيزيقيا وجدير بأن يطرح، فليس كل ميتافيزيقا طرف، إنما بعض الميتافيزيقا عند أهلها، وعند أهل العرفان، وعند أهل العلم، وعند محبي الله، وعند الباحثين، وعند ذوي النزعة القلقة المتوترة الباحثة الحائرة، لا بمعنى أنها الشاكة في وجود الله، لا 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 لا، ليس بهذا المعنى. ثم إن بعض العلماء شكوا وعادوا، وليس بحمد الغزالي لا واحد منهم، ذلك العملاق الكبير. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أتركها لفرص أخرى أحدثكم عن بقية سورة العلق، بل نفسر سورة العلق، لا أقول نفسر، إنما نحاول فهم سورة العلق، أفضل من كلمة تفسير، محاولة فهم القرآن. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير. واسمحوا لي إن تجاوزت قليلا الوقت المخصص. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.